مساء الخير يا جماعة. قبل ما نبدأ قصة النهاردة، عايز كل واحد فيكم يوقف الفيديو ثانية واحدة وينزل تحت في التعليقات يجاوبني على السؤال ده. عمرك ركبت مواصلة بالليل وحسيت ان السواق او الناس اللي قاعدة حواليك مش بشر؟ حسيت برعشة في جسمك من غير سبب او نظرة غريبة من حد لدرجة انك اتمنيت تنزل في وسط الضلمة ولا انك تكمل معاهم؟ لو عمرك ما حسيت بده، فبطل قصة النهاردة عاش الكابوس ده بكل تفاصيله. النهاردة هحكي لكم عن رحلة أتوبيس سياحي ضل طريقه في وسط الضباب. رحلة بدأت ب9 ركاب منفصلين وانتهت في حتة ملوش وجود على الخريطة. بس المرعب مش الحادثة، المرعب هو الحقيقة البشعة اللي عقلك الباطن ممكن يخبيها عنك عشان يحميك من صدمة الموت. جهزوا قهوتكم، اقفلوا النور، واكتبوا لي في التعليقات وانتم بتسمعوا لو مكان بطل القصة وجات لكم الرسالة دي على الموبايل، كنتوا هتنزلوا في الضلمة ولا هتكملوا الرحلة؟ انا محمد ودي رحلة ذهاب بدون عودة. يلا بينا. الساعة كانت دخلت في 2 بعد نص الليل، والأتوبيس السياحي القديم ده خد غرزة غريبة وخرج بره الطريق الرئيسي. كنا 9، بس اللي راكبين غير السواق اللي من ساعة ما ركبنا من المحطة المهجورة وهو ما نطقش بكلمة، ووشه مجاش في وش حد مننا. الرحلة دي كانت المفروض تطلع لنا يومين نغير جو في قرية جبلية معزولة، بس الضباب نزل فجأة وبقى كثيف لدرجة ان الطريق اختفى والوادي كله اتقلب لسجن رمادي ملوش آخر. فجأة ومن غير أي مقدمات، الموتور قطع مية ونور والأتوبيس وقف. الضلمة بقت كحل جوه لأن الأنوار كلها طفت في نفس اللحظة. الناس بدأت تقفقف وتتذمر، وأنا طلعت موبايلي وولعت الكشاف عشان أشوف في إيه. وسألته: يا اسطى في إيه؟ الموتور ماله؟ الشاب في أول الأتوبيس نده على السواق، محدش رد. لما لفيت نور الموبايل ناحية كرسي السواق، جسمي كله أشعر والدم اتجمد في عروقي. الكرسي كان فاضي، الباب مقفول، وما سمعناش صوت خطوة واحدة نزلت. السواق اتبخر في الهوا كده في ثانية. الرعب بدأ ياكل فينا كلنا. طلعنا الموبايلات عشان نطلب النجدة أو الإسعاف، بس الشبكة كانت ميتة تماما. وفي وسط السكوت المرعب ده سمعنا الصوت اللي أول مرة. مكانش صوت هوا، ده كان صوت ضوافر حادة بتخربش في الصاج بتاع الأتوبيس من بره. الصوت كان بيتحرك ببطء، بدأ من الشنطة ورا وطلع على السقف لحد ما وقف بالظبط فوق راس دماغنا. الصوت خربشة وراها همس بكلام مش مفهوم ومرعب. الجو الساعة بقى غريبة جوه الأتوبيس لدرجة إن نفسك كان بيطلع بخار. فجأة المكان بقى ريحته شبه ريحة التراب المبلول أو العفن. بنت من اللي راكبين صرخت بهستيريا وهي بتشاور على الشباك. ورا الازاز والضباب كان في وش، ما كانش وش بني ادم خالص. ملامحه ممطوطه وعينيه واسعه وفاضيه وفيها لمعه صفرة بتبرق، وكان لازق في الازاز وبيبتسم ابتسامه واسعه واصله لحد ودنه. لازم ننزل من هنا حالا. واحد من الركاب مبقاش مستحمل، زق باب الطوارئ اللي ورا وفتحه بالعافيه. عملنا اكبر غلطه، نزلنا كلنا وراه في وسط الضباب. ما كانش شايف كف ايدي. بقينا نجري زي المجانين، كل واحد بيصرخ باسم التاني، بس الضباب كان بيبلع الصوت وما بيخليش حد يسمع حد. وفجأة السكوت حل، أصوات الناس كلها اختفت في ثانية. كعبلت في حاجة وقعت على وشي في الطين. لما وجهت الكشاف الموبايل عشان اشوف ايه اللي وقعني، لقيتها شنطة هدومي اللي كانت في الأتوبيس. رفعت راسي ودموعي نزلت من الرعب. لقيت نفسي واقف بالظبط قدام باب الأتوبيس المفتوح. أنا كنت بلف وبجري في دايرة مقفولة، ومن جوه الأتوبيس الضلمة سمعت صوت ضحك مكتوم، وبعدها أصوات زمايلي اللي كانوا معايا في الرحلة، وهما بينادوا عليا بس بصوت غريب وناشف ومفهوش أي روح، وبيقولوا تعالى اركب يلا عشان الرحلة لسه ما خلصتش. ساعتها بس وانا شايف خيالاتهم بتتحرك جوه بطريقة مش طبيعية ومرعبة، عرفت ان انا الوحيد اللي لسه صاحي لحد دلوقتي. رجلي مش شايلاني ومش قادر اخد نفسي. الصوت اللي طالع من جوه الاتوبيس كان صوتهم، بس نبرتهم ما كانتش بشرية، كانت عاملة زي شريط كاسيت قديم بيبطأ والكهرباء بتفصل منه.
وقفت في مكاني مش عارف اتحرك، والضباب حواليا عمال يضيق ويقرب كأنه حبل بيلتف حوالين رقبتي. كشاف الموبايل بدأ يترعش، الشحن كان 1%، وفاضل ثواني والضلمة تبلعني تماما. الخيالات اللي جوه الأتوبيس بدأت تقرب من الإزاز. شفت صاحبي اللي كان قاعد جنبي، وشه كان أبيض زي الطباشير وعينيه مقلوبة لفوق، وبيلوح لي بإيده بحركة ميكانيكية غريبة كأن في خيوط متينة بتحركه من السقف. اركب يا صاحبي، مستني ايه؟ السواق رجع خلاص. بصيت على الكرسي الامامي، السواق كان قاعد فعلا، ما كانش بيلف وشه، بس رقبته لفت 180 درجة لورا. راسه بصتلي وعينيه المجوفة كانت بتقولي دعوة صامتة عشان ادخل. الباب المفتوح بقى عامل زي بق تعبان مستني يبلعني. ما استنيتش الشحن يخلص، لفيت ظهري وجريت، بس المرة دي ما كنتش بجري وخلاص، انا ثبت الطريق خالص ورميت نفسي وسط شجر الغابة اللي على الجنب، وانا بكتم نفسي بايدي عشان ما طلعش اي صوت. من ورايا سمعت كلاكس الاتوبيس بيضرب ضربة طويلة حد هزت الوادي كله، وبعدها سمعت صوت فتح الابواب وصوت خطوات كتيرة جدا بتنزل على الاسفلت وبتجري ورايا. هما مش سايبيني، هما عاوزيني الرحلة تكمل بأي تمن. مش مشي طبيعي، ده كان صوت سحل وجري سريع على 4 أطراف زي الحيوانات المسعورة. الموبايل فصل تماما، الضلمة بقت 100%، بقيت أتحرك في وسط الشجر بأي حاجة. الوادي والفرع بتجرح في وشي وايديا، بس ما كنتش حاسس بالوجع، الرعب كان هو المحرك الوحيد ليا. فضلت اجري لحد ما رجلي غرزت في طين شلال صغير، وقعت على ظهري وانا بنهج، واستخبيت ورا صخرة كبيرة وكتمت بقي بايديا الاتنين. الخطوات قربت جدا، شفت من ورا الصخرة خيالاتهم وهي بتتحرك وسط الشجر. ما كانوش بيدوروا عليا بشكل عشوائي، كانوا بيشمشموا الهوا كأنهم كلاب صيد. واحد منهم وقف فوق الصخرة اللي أنا مستخبي تحتها بالظبط. نقط دم سودا وسقعة نزلت من فوق على جبهتي. حبست نفسي لدرجة إن عيني كانت هتطلع من مكانها، وفجأة ضرب صاعق رعد قوي جدا في السماء، ونزل مطر شديد غسل كل حاجة. مع أول نقطة مطر سمعت صرخة جماعية مرعبة، كأن النار مسكت فيهم، وبدأ صوت الخطوات يبعد بسرعة ويرجع ناحية الطريق. فضلت صاحي ومستخبي في مكاني ميت من البرد والرعب لحد ما نور الفجر بدأ يشقشق والضباب بدأ يتلاشى ببطء. قمت وانا جسمي كأنه متكسر، وطلعت تاني على الطريق وانا مش مصدق ان عديت الليلة دي. وبصيت ناحية المكان اللي الأتوبيس كان واقف فيه، مفيش أي أتوبيس، مفيش آثار كاوتش على الأرض، مفيش شنط، مفيش أي دليل إن كان في 9 بني آدمين هنا من كام ساعة. الأرض كانت ممسوحة تماما، حتى الطين اللي كان على هدومي لما بصيت عليه لقيت هدومي نضيفة وناشفة تماما، كأني منزلتش من بيتنا أصلا. أنا دلوقتي قاعد على رصيف الطريق المستشفى، والناس بتعدي من جنبي عادي، بس كل ما أبص في وش حد منهم بحس إن ملامحه بتمط وابتسامته بتوسع، وبسمع في ودني همس خافت بيقولي تذكرتك لسه معاك والأتوبيس راجع في رحلة بالليل. مسكت دماغي بإيدي الاتنين وأنا قاعد على الرصيف، دماغي كانت هتنفجر من كتر التفكير واللي بتسمعه. هل أنا اتجننت؟ هل كل اللي حصل ده كان كابوس طويل؟ حطيت إيدي في جيبي عشان أدور على الموبايل المفصول، بس إيدي لمست حاجة تانية، حاجة ملمسها ورق ناشف ومتكرمش. طلعتها ببطء وانا ايديا بتترعش. كانت تذكرة الاتوبيس، بس ما كانتش تذكرة عادية. الورقة كانت قديمة ولونها اصفر ومحروق من الاطراف، والاسم مكتوب عليها بخط ايد حبر بات كان اسمي انا، وجنب الاسم مكتوب بخط احمر عريض رحلة ذهاب بدون عودة. قمت وقفت بسرعة وكأني اتلدعت، رميت الورقة في الأرض وجريت، ما كنتش عارف أنا رايح فين. كل اللي عاوزه إني أبعد عن الطريق ده وعن أي مكان فيه عربيات أو أتوبيسات. دخلت وسط الشوارع المدينة، الشوارع اللي المفروض حافظها وبمشي فيها كل يوم، بس المرة دي كانت غريبة. المحلات كلها قافلة بالرغم من إننا الصبح، والبيوت شكلها قديم ومهجور، ومفيش أي صوت، مفيش حتى صوت عصفور. لمحت من بعيد كشك سجاير صغير منور، جريت عليه وانا عمال انهج كأني واقف فيه راجل عجوز مد ظهره للشارع. لو سمحت يا عم الحاج، هي الناس راحت فين؟ والنهارده ايه في الاسبوع بالظبط؟ الراجل ملفش وشه، فضل واقف ثابت، بس رد عليا بصوت خشن ومبحوح، صوت خلاني ارجع خطوتين لورا. النهارده هو نفس يوم امبارح يا ابني، والناس كلها ركبت خلاص، مستنينك انت بس عشان الاتوبيس يتحرك.
في اللحظة دي سمعت الصوت التاني، الصوت اللي خلع قلبي من مكانه، صوت كلاكس الأتوبيس الحاد الطويل. التفت ورايا، الأتوبيس السياحي القديم كان واقف في أول الشارع. الضباب بدأ يطلع من تحت عجلاته ويفرش في المكان بسرعة رهيبة، كأنه بيبلع البيوت والشوارع وراها. الأنوار بتاعته كانت بتطفي وتولع، والباب الأمامي اتفتح ببطء وطلع منه صوت فحيح الهوا. بصيت للراجل العجوز اللي في الكشك عشان استنجد بيه، لقيت لف وشه ليا وما كانش عنده وش اصلا، مجرد فراغ رمادي مطفي. ومن وسط الفراغ ده طلعت نفس الضحكة المكتومة اللي سمعتها بالليل. جريت في الاتجاه المعاكس، بس الشارع كان بيتقفل قدامي، البيوت كانت بتقرب من بعضها والحيطان بتضيق لحد ما لقيت نفسي في ممر سد. لفيت ظهري وانا بنهج ودموعي نازله. الاتوبيس كان بقى ورايا بالظبط، والموتور بتاعه بيطلع صوت عالي ومكتوم كانه بيحتضر. الشبابيك كلها كانت مليانه ناس، الركاب التسعه اللي كانوا معايا والراجل العجوز بتاع الكشك ووشوش تانية كتير قوي ما كنتش اعرفهم. كلهم كانوا لازقين وشوشهم في الازاز، ملامحهم ممطوطه وعينيهم الواسعه الصفرة بتبصلي بامتنان، وامتنان مرعب. السواق مد ايده بره الشباك وشاور لي اركب، وبصوت واحد طلع من حنجره واحده كانهم قوارير في جنازير كلهم نطقوا في نفس اللحظة: الرحلة بدأت يا محمد، اركب. السواق ما بيحبش يتأخر. الضباب لف حوالين رجلي وشل حركتي تماما، وبدأت أحس بجسمي وهو بيترفع من على الأرض وبتحرك ببطء ناحية الباب المفتوح، وأنا عارف إن المرة دي مفيش فجر هيطلع تاني. رجلي لمست أول خطوة في سلم الأتوبيس وجسمي اتجمد تماما. الضباب كان لافف حواليا زي الكفن، وريحة التراب العفن ملأت صدري. أول ما دخلت الباب اتقفل ورايا برزعة هزت الأتوبيس كله. الصوت المفاجئ اللي حل جوه كان مرعب، صوت النداء والضحك اللي كانت بره اختفت، والركاب كلهم رجعوا قعدوا في أماكنهم باصين قدامهم وعينيهم مطفية كأنهم تماثيل شمع. السواق داس بنزين والأتوبيس بدأ يتحرك ببطء وسط الضباب. وفي اللحظة دي الموبايل اللي في جيبي اتهز. طلعت الموبايل وانا مش مصدق. الشاشة نورت، ما كانش فيه شبكة مكالمات، بس كان فيه رسالة واتساب مبعوثة من رقم مجهول، مكتوب فيها: محمد، ما تقعدش على اي كرسي، لو قعدت هتبقى واحد منهم، الاتوبيس ده مش حقيقي، انت لسه على الاسفلت بره. فجأة الصورة بدأت تتهز قدام عيني، الأتوبيس والركاب والضباب بدأوا يدخلوا في بعض زي سراب بيسيح، وبدأت أسمع أصوات تانية بعيدة جدا، أصوات سرينة إسعاف وصوت جهاز ضربات قلب بيصفر في ودني بشكل متواصل. في اللحظة دي الغمامة اتنقشت من عن عيني وأدركت الحقيقة: مفيش أتوبيس ومفيش رحلة من الأساس. كل اللي حصل من أول الليلة، من أول ما الأتوبيس انحرف عن الطريق، كان وهم عقلي خلقه في أجزاء من الثانية. الحقيقة إن الأتوبيس بتاعنا اتقلب فعلا على الطريق الجبلي وعمل حادثة ضخمة بسبب الضباب والسرعة. الركاب التسعة اللي كانوا قاعدين حواليا تماثيل، دول رفاق الرحلة اللي ماتوا في نفس اللحظة. والسواق الساكت ده كان ملك الموت اللي جاي ياخد الأرواح. أما أنا فكنت واقف في المنطقة الرمادية بين الحياة والموت على شعرة واحدة. جسمي الحقيقي كان مرمي على الأسفلت في وسط الطين والمطر، ودكاترة الإسعاف بيحاولوا ينعشوا قلبي بصدمات الكهرباء، وعقل الباطن كان بيترجم صدمات الكهرباء دي على هيئة صواعق الرعد والمطر اللي أنقذتني في الغابة من شوية. الأتوبيس كان بيسرع والمكان حواليا بيتحول لظلام مطلق ملوش آخر. السواق بصلي في المراية ووشه بدأ يتلاشى ويتحول لضوء أبيض ملوش ملامح: لو قعدت هترتاح من وجع الدنيا يا محمد، الرحلة خلاص وصلت محطتها الأخيرة. بصيت على الكرسي الفاضي وجسمي كان هيموت ويقعد من كتر التعب. التذكرة المحروقة في ايدي بدأت تولع بجد وتلسع صوابعي، لكن الرسالة اللي على الموبايل كانت بتفكرني بحياتي، بأهلي، بناسي اللي مستنيني برا الكابوس ده. جمعت كل طاقة فاضلة في روحي، وقبل ما الأتوبيس يدخل في نفس الظلام التام صرخت بكل صوتي: أنا مش هركب. ورميت نفسي بكل قوتي من الشباك الإزاز بتاع الأتوبيس. فتحت عيني فجأة بصدمة نفس قوية وكأني كنت بغرق، وطلعت لسطح المية لقيت نفسي نايم على ظهري في الشارع. المطر الحقيقي نازل على وشي، ونور كشافات عربية الإسعاف بيبرق في عيني. الدكتور اللي فوق راسي ساب جهاز الصدمات الكهربائية واتنهد بنهجة عالية وهو بيمسح حرق من على جبهته. الحمد لله، النبض رجع تاني. الراجل ده رجع من الموت بمعجزة، جهزوا جاهزية النقل للمستشفى حالا. لفيت راسي ببطء وانا مش قادر اتحرك. على بعد امتار مني كان في اتوبيس سياحي مقلوب ومتدمر تماما، ورجال الاطفاء بيطلعوا الجثث المغطاه باللون الابيض. غمضت عيني وانا بدعي للناس اللي ماتت، وحسيت بالدفى لاول مره وانا بتنقل لعربيه الاسعاف. الكابوس انتهى والرحله الحقيقيه لسه مكمله. دي كانت نهايه رحلتنا النهارده، رحلة عرفنا فيها ان الهروب من الموت مش محتاج رجلك تجري، محتاج روحك هي اللي تتمسك بالحياة.
محمد رجع بس ساب حتة من روحه جوه الأتوبيس ده وسط الضباب. الحادثة خلصت والأتوبيس اتشال من على الطريق. بس السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي وكل واحد فيكم لازم يفكر فيه: يا ترى كم مرة في حياتنا بنعيش وهم وبنفتكره هو الحقيقة؟ وكم مرة بنبقى راكبين في قطار أو أتوبيس وأخدنا الطريق ملوش رجوع واحنا فاكرين إننا مجرد مسافرين؟ لو عجبتكم القصة النهاردة متنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قنواتنا. شاركونا رأيكم في التعليقات، هل كنتم تتوقعوا النهاية دي؟ أشوفكم التلات الجاي الساعة 10 بالليل في قصة جديدة وكابوس جديد. تصبحوا على خير.